إلى الإعلام بتاعنا بجميع اتصالاته. أما وسائل التواصل الاجتماعي مش هتقدر تحكمها لأنها تحت سيطرة الأفراد. في نقطة بقى هقولها، ساعات الإعلام بيعتمد في برامج التوعية على بعض الفنانين، ودي نقطة على الرغم من أهميتها نتيجة الحب الجماهير للفنان إلا بتفقد مصداقيتها من الناحية التانية. يكون الفنان لعب دور في إحدى التمثيليات أو الأفلام لا يتنافى مع الكلام اللي بيقوله فيسقط طبعا. لا، ولذلك يجب ان احنا نفهم والاعلام بتاعنا يفهم حينما ياتي بنوع معين من التوعيه التي ترتبط بالتربيه والتنشئه والقيم والدين، يجيب سمات معينه من الفنانين لهذا الشيء. الحقيقه الكلام مع حضرتك مش عايزين بارك الله فيك. بجد والله، واثريتنا بكلام كتير. الله يكرمك. بنشكر سيادتك جدا. بنشكر الاستاذ الدكتور زين العابدين محمد رجب، استاذ بكليه الخدمه الاجتماعيه جامعه حلوان، والموضوع الشيق اللي اتكلمنا فيه مع حضرتك وان شاء الله هنسمعه